هل فعلا دونجا يستحق انه يتعاقب وما يلعبش السوبر؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نفهم ايه اللي حصل بالتسلسل في الموضوع بتاعه من سنة فاتت. وده اصلا بداية العبث ان احنا بنتكلم في حاجة من سنة احنا مش عارفينها، يعني مش عارفين هي حصلت ازاي، وراجعين بقى لسنة ورا عشان نشوف هيلعب ولا مش هيلعب. الموضوع ببساطة كل الناس عارفاه ان ثلاثي الزمالك اللي حصل مشكلة معاهم وتعاقبوا هناك اللي هم كانوا دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد. المشكلة كبرت قوي هناك واتمنعوا باين من دخول الامارات فعشان مجلس الزمالك يحلها واتحاد الكرة يحلها ارضاء لدولة الامارات. الاخر انا بقول لك والله الكلام اللي من الاخر. فالاتحاد نزل عقوبة عليهم ان هم مش هيلعبوا بطولة السوبر اللي جاية. ف تمام، والعقوبه دي ما حدش ركز فيها لان خلاص المشكله كانت اتحلت وما لعبوش الماتش النهائي بتاع الاهلي، وهو ده اللي كان بيهم الناس ساعتها، والماتش خلص والاهلي كسب ضربات جزاء وخلاص، ورجعنا بقى واتسحلنا في 100,000 حاجه تانية في الكوره اصلها متجدده كل يوم في جديد، فاي حاجه بتطلع تاني يوم هتخلص وهيطلع حاجه غيرها وهكذا. فنسينا لما السوبر جه فاداره الاهلي افتكرت قالت لك ده دونجا المفروض ما يلعبش. طبعا هم كان دونجا ومصطفى شلبي، بس مصطفى شلبي ساب الزمالك راح البنك الاهلي، فقال لك ده دونجا المفروض ما يلعبش، وبعتوا خطاب رسمي بالعقوبه، وده حقهم يعني، ما اقدرش اقول هم ليه بيعملوا كده، ده حقهم. فبدانا بقى العبث اللي على حق اللي هو نرجع لسنه ورا، اصل الاتحاد بعت، اصل الايميل، اصل غيروا الجيميل، الكلام بقى اللي انتوا سمعتوه ده. لو حد مش عارفه هو ببساطه ان الاتحاد اتغير، اللي هو من سنه ده اتغير، فالايميل اتغير، فمش عارفين الايميل فناسين الباسورد، فكلموا الراجل اللي هو كان معاه الايميل يديهم الباسورد وهو كان في العمره، فبعت لهم الباسورد على الواتساب. انت طبعا فاكر ان انا بقول حاجات افيهات، بس ده اللي حصل. ففتحوه فلقوا فعلا في ايميل مبعوث للزمالك، فكلموا الاداري بتاع الزمالك اللي هو برده مشي من سنه، ما هو الجهاز اتغير 100 مره. فرجعوا له قال لهم انا بعت لي ايميل وبلغت فيه ساعتها مدير الكره عبد الواحد السيد ورئيس النادي حسين لبيب، وعبد الواحد السيد مشي واصلا كان متعاقب معاهم. فيعني عبس العبس، ففي الاخر قال لك ما دام اتبعتت وكده فدونجا مش هيلعب. طيب، هل الحق ان دونجا ما يلعبش طبقا ان هو اتطبق عقوبه؟ المفروض ما يلعبش. بس هل هي بتمشي كده؟ هل هي بتمشي بالحق والعدل؟ هل هي بتمشي ان هو عشان فعلا المفروض ما يلعبش فما يلعبش، ولا هو الاقوى هو اللي بيعرف سيطرته والاجمد هو اللي بيعرف سيطرته، وان هو لو اداره الزمالك دي قويه او هي يعني من الاخر اقوى من اتحاد الكوره كانت عرفت تخلص من الموضوع وتفلفص منه. انا اكاد اجزم الموضوع ده مع الاهلي ما كانش حد فتحه اصلا، مش عشان نظريه المؤامره والاهلي والزمالك والكلام ده، ولكن عشان اداره الاهلي قويه وبتقدر ان هي تاخد حق لعبتها ومحدش يقدر يجي جنب لعبتها. ولو حاجه حصلت زي دي من سنه فاتت هيقول لك لا اصل الايميل المفروض، اصل كان الموسم متطبق. كنت لقيت كده حاجه طلعت من تحت الارض قالت لك لا ده المفروض يلعب عادي. طيب، هل دونجا يستاهل الضجه دي؟ هل ده اللاعب اللي هيكسب الزمالك السوبر او هيخسره السوبر عدم وجوده؟ الاجابه لا. هو لعيب مهم، يعني للاسف احنا الزملكاويه دايما بيشتموا فيه، لكن هو اثبتت الايام ان هو مفيش، يعني هو احسن واحد بيلعب في المكان ده في الزمالك، احسن واحد بيلعب سته في الزمالك لحد دلوقتي، ما جاش حد يلعبها زيه. احمد ربيع ده مبشر جدا، بس هو لسه ما لعبش عشان نقدر نحكم عليه نقول انه خلاص بقى ده اللي هياخد المكان ده، لسه. بس هي ما بتمشيش زي ما قلت لك بالعدل، هي بتمشي باللي يعرف ياخد حقه بياخده. هي الكوره في مصر كده، اللي يعرف ياخد حقه بياخده. مش هقول لك بقى ان ده عشان اهلي وزمالك والكلام ده. فده موضوع دونجا ده اكمالا للعبث اللي احنا فيه، اكمالا اي كلام اللي احنا عايشين فيه ايه ده؟ يعني ايه يا جماعه؟ عقوبه من سنه، الايميل، افتح الايميل، اقفل الايميل، ده الاداري مشي، ده الاتحاد اتغير، ده اللي المفروض يلعب، ده المفروض ما يلعبش. المشكله ان الناس هتسيب المشكله وخلاص الموضوع اتحل وخلاص دونجا مش هيسافر مع الفرقه، الموضوع خلص يعني مش اتحل. برضو عشان تسحل الجماهير وتنسيهم العبث اللي احنا عايشين فيه ده، بتاخدها في سكه اهلي وزمالك. مين اللي بياخدها؟ اللجان، ده وده بياخدوها في سكه اهلي وزمالك.
فاللجان الاهلي تقول لك ودونجا والحبسجي ومش عارف ايه واحنا جنب، ويقعدوا يتريقوا. ولجان الزمالك بتقعد تقول لك دي مؤامره، ودي مؤامره ايه يا جماعه؟ ما هو برضه موضوع دونجا ده ما ينفعش ان انا كزملكاويه اقول فيه مؤامره. ليه؟ لان في الاخر انت رجعت الحاجات اثبتت ان هو ما يلعبش، فمش هيلعب. ولكن هتيجي تقول لي طب ما ده لو حصل على الاهلي ممكن كان يلعب، هقول لك كان ممكن يلعب بمنتهى الامانه. كان ممكن الاهلي يقدر يخلع، وفي 100,000 موقف وحادثه حصلت زي دي للعيبه، والمواقف كان الاهلي فيها مدان وعرف يخلع وعرف ياخد حقه فيها. كان ممكن يلعب وكان ممكن يسافر عادي، لان الاهلي ادارته قويه، بيستغل جماهيريه النادي، بيستغل قوته في اتحاد الكوره، بيستغل لجانه اللي بتشنير وبتذبح اي حد يجي عليها، او حتى ده اللي منهم ده حسام غالي. شوف حصل فيه ايه، حسام غالي كان الكابتن وكان شوف النهارده بيقولوا عليه ايه. ف إدارة الأهلي بتستغل هذه القوة في إن هي محدش يقدر يجي عليها، ومش تاخد حق، تاخد أكتر من حقها. حتى لو أنا الحق والعدل إن هو ما يلعبش، لا هيلعب غصب عنكم. هي كده، هي ماشية كده. لكن ما تقولش نظريه مؤامره كزملكاويه، لان استغلال كلمه نظريه المؤامره في كل حاجه في طبعا نظريه مؤامره. وفي على مدار السنين الاهلي كسب حاجات بالتحكيم وكسب، انا معاك في كل ده والله. واللي ينفي ده يعني ده واحد مغيب براحته. ولكن استخدام كلمه المؤامره في كل حاجه بتحصل على الزمالك افقدتها معناها، خلت الناس اصلا مش عايزه تسمعك، خلت الناس تقعد تضحك عليك. فلما تيجي تتكلم فعلا في ان هي فيها حاجه فيها مؤامره، فيقول لك يا عم انت عمال تصيح، انت مش عارف ايه. لما تيجي تتكلم في الحق، ليه؟ لانك بقيت كل حاجه تستخدم فيها المؤامره، ايا كان ان كان كده ولا كده. موضوع والله ما فارق كتير. الزمالك اصلا في اسوأ حالاته، الزمالك اصلا بنسبه 70 80% هيخسر من بيراميدز اصلا ومش هيلاعب الاهلي. الزمالك حتى بيراميدز موقفه يعني ما اتكلمش خالص، يعني ده هو اصلا المفروض بيراميدز اللي يتكلم. ليه؟ لان ماتشه معاه. يعني الاهلي 50-50، ممكن يلعب الزمالك ممكن لا. غالبا الزمالك هيخسر من بيراميدز، الاهلي مش هيلعب. ممكن الاهلي يخسر من سيراميكا، محدش عارف، دي كوره محدش عارف. فممكن يحصل كل حاجه، لكن الاهلي عرف يضغط على الزمالك وهيصدر له مشكله قبل البطوله. هو اصلا الزمالك مش ناقصه، الزمالك يعني منهار لوحده خلقه، مش محتاج تصدر له حاجه يعني. بس عرف يضغط ويستغل النقطه دي وياخد بونت فيها من الاخر. مش هقول لك حق ولا مش هياخد بونت فيها على الزمالك. موقف بيراميدز الحقيقه هو اللي غريب، هو ما اتكلموش خالص، هم سابوا الموضوع يمشي. هيلعب مش هيلعب، هم حاسين ان هم كده كده هيكسبوا، حاسين ان هم بره الخناقه دي، خناقه اهلي وزمالك. هم بقى يخشوا ينطحوا بعض، مش عايز يعمل مشاكل مع الاهلي، مش عايز. وقف بعيد يتفرج، وفي الاخر تمام، انا مرضي يعني. كلمه اخيره، ده اكمالا للعبث الكره المصريه. موضوع اتاخد في سكه اهلي وزمالك عشان الناس تقعد تغص بعض وهم ده اللي هو ده يعني. هي في الاخر اي مشكله في الكوره في مصر هيروح لففها كده وبلفها وراميها اهلي وزمالك بين الجماهير، فده قاعد يقول لك والحبسجي ودونجا، وده قاعد يقول لك لا اصل، ويتخانقوا بعض ويشتموا بعض بمومع في الكومنتات والكلام ده، وهتخلص على كده. ايا كان اللي هيحصل ما تنسقش في الحاجات دي، لانك يعني ده استعراض قوة من الادارات ومن اتحاد الكورة ومن كل يعني، فانت مالكش يد فيه. و وزي ما بيقولوا يعني مش عارف اقولها لك ازاي. دي كورة، ما تكبرش الموضوع وما تنسقش ورا حاجة مش صح. ولو انت شايف الحق بعينيك قوله، يعني عادي. دي نقطة بعيدا والله عن موضوع دونجا، لو انت شايف الحق بعينيك قوله. يعني اصل دي كورة، يعني محمود خطيب مش هيجي معاك وانت بتتحاسب. فانصر الاهلي ظالما او مظلوما، او انصر الزمالك ظالما او مظلوما، ده تفكير طفولي ومتخلف، ويدل على ان انت فعلا منساق. الموضوع مش مستاهل.